السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا رب؟ وانا بكلمكم تبقوا في احسن حال واحسن صحة. جايلكم النهارده بفكرة حلوة قوي، بس عايزاكم تجربوا كده وتدعوا لي وتشوفوا كلامي صح ولا لا. الاول كده نسمي بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الموضوع ده هيحللك مشاكل كتير قوي في الغسيل. مشاكل مثلا ان الهدوم ما تنضفش حتى لو المسحوق وسط زي ما معايا كده. مشاكل لو الهدوم بتطلع لك بقى من اللي هي الغوامق ديت وتلاقيها فيها صب اريال، عشان المسحوق ده اللي هو مش الجل دوت البودرة ده بيعمل مشاكل بقى، بالذات لما بيكونش نوع غالي قوي بيعمل لك مشاكل. تطلعي الهدوم تلاقيها ايه؟ عاملة اريال مغيرة في الهدوم. انا بصراحة بستعمل اريال من الوسط على من الغالي، يعني بحط كوباية وسط على ايه نص من الغالي. هتقولي بتفرق؟ ما هي لا بتفرق معايا كتير. باخد الرغوه اللي انا عايزاك الكتيره بالكوبايه اهي، وباخد برضو النظافه من المكونات اللي هم حاطينها. وده برضو الوسط جميل قوي زي ما انتم شايفين. عشان ما اطولش عليكم نخش في الوصفه على طول. هنعمل ايه؟ ده هيساعدك ان الهدوم ما تبقاش معاكي ايه فيها رغوه. كده يا حبايبي معانا ازازه اهي، ازازه ميه عاديه اهي. نجيب بس ده عشان يساعدنا ان احنا نصب في ايه الاريال اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو، عشان ما يقعش مننا. بس كده يا حبايبي صبيت اهو اللي هو الكوبايه اللي هي وسط. هبتدي اصب ايه اهو، مش كتير قوي، يعني تلت الكوبايه كده. هصب بقى اللي هو ايه الغالي شويه اهو اهو، شايفين؟ زي ما انتوا شايفين كده الازازه، بس عشان تاخد راحتها دلوقتي هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. ادي المسحوقين اهو مع بعض اهو اهو اهو. دلوقتي بقى هنروح على الحنفيه، تزودي حوالي ايه يعني يا دوبك بس الميه تمليها، وارجع اوريكم هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين الميه اهي، نسبه الميه اهي. ترجيها قوي بقى كده اهي، بصوا ترجيها. دي لازمتها ايه بقى اللي احنا بنعمله ده؟ ان انتي تخلي المسحوق بصي بيدوب كده كانه جل. لو ميه دافيه كمان يبقى احسن اهي اهي. ترجيها جامد قوي كده اهو، بصوا عشان ده لما بينزل في الغوامق كمان الميه بتبقى مثلا على 40، ما بيلحقش كمان ايه ياخد ويدي مع نفسه ان هو ايه يبوش الحبيبات دي، فبتلطش. انما انتي بتعملي ايه كده؟ بتعمليه زي السيل كده دلوقتي اهو. كمان لو عندك بقى ريحه للهدوم جميله كده مثلا بتحطها في اخر شطفه، لو حطيتي شويه يبقى الغسيل ريحته جميله قوي اهو. شايفين المنظر؟ عشان كده حطيناه في ازازه كبيره اهو عشان تعرفي ترجيه اهو. ترجيه شويه كده حلوين كده يتفاعلوا مع بعض. بصوا بيبقى عامل ازاي، بصوا بيبقى زي الجل كده اهو. طلع لك الهدوم بقى جميله اهي. هنفتح مع بعض دلوقتي. معلش عندي اللسان دي بيتحرك اهي يا حبايبي اهي. ترجيها شويه كده حلوين كده بذمه اهي. واللي وصل معايا لغايه هنا ما تنسينيش في اللايك والتعليق الحلو، ولو مش مشترك اشترك، ما تبخلوش عليا عشان بتعب والله في التصوير. بصوا جماله اهو. هنبتدي بقى نحط مع بعض دلوقتي. طبعا عشان انت رجيتيه كده اهو فك عن بعضه بقى سائل. هنشوف بقى هنحط في الغساله اهو زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى ظبطنا الغساله بتاعتنا وخليناها تجيب ميه اهي. بدات تجيب معانا. عايزه اوريكم بس اهو الميه اهي. ترجيها برده تاني كده قبل ما تحطي. تبتدي بقى تحطي بكل سهوله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين جل جميل. عايزاكي تتفرجي على الهدوم بقى وانت بتطلعيها تنشريها، لا ملطشه ولا اي حاجه. هنجيب بقى ايه شويه ميه صغننين، هي اهي نزلت كلها بس احتياطي برضه. اجيب شويه ميه رجرج الازازه ونحطها اهو. جبت شويه ميه اهو رجرجت الازازه. ما تخافيش تقولي ده احنا بنحط ميه من بره الغساله. حتى ما بزودها كنت بزود كوبايه بحس ان منسوب الميه صغير، كنت بحط لها شويه ميه كده اهو. شايفين الحلاوه؟
لا يركن بقى ولا يسدلك المواسير. كمان المسحوق البودرة ده تاخدي اعلى نظافة والله. اهو هتشتغل اوريها لكم دلوقتي اهي. وتخليها تعملي تحطي والميه جايه، يعني ما تحطوهوش بعد الميه عشان ما يمسكش معاكي وما ينزلش، والميه جايه كده تبتدي تصبيه عشان الميه تاخده وتنزله. ويا حبايبي الغساله اشتغلت اهي، والرغوه باينه قدامكم اهي، بس في شراب بس وغالي. اما دي كده شويه هيروح دلوقتي وهي بتلف. شايفين اهي اهي. وحته ازازه اهي، عندك ازازه ميه اي ازازه هتنفع، بس عشان تبقى محكومه بس. شايفين كده يا حبايبي لما الغساله خلصت والهدوم الغامقه لا فيها اريال ولا اي حاجه. شايفين فايده بقى ان احنا حطيناها في الازازه ورجيناها. يا رب افكاري تكون بتعجبكم يا رب. متنسونيش بقى في اللايك، واللي ما اشتركش لسه في القناه يشترك. وعايزه اقول لكم فكره حلوه قوي والله، مش هتخسروا حاجه اما تجربوها. شايفين الهدوم كانت الاول بتطلع ملطشه اريال وكده. يلا يا حبايبي، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.